السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتعلم تكتيك جديد. التكتيك ده مهم جدا وممتع جدا، خصوصا انه بيعتمد على تضحيات. التضحيات دي بتجبر قطعة الخصم اللي قدامك انها تبعد عن الدفاع عن قطعة تانية او مربع مهم ممكن انا اكسب بيه موقف او اكسب قطعة في الجيم. طبعا اساتذة الشطرنج زي كاسبروف او فيشر او تال انهم بيعرفوا يضحوا بالقطع كويس. ده بيدي للدور متعة اكتر وتحليل كتير، او تستمتع اصلا وانت بتتفرج او حتى وانت بتلعب. طبعا بالمثال بيتضح الفكره في الموقف اللي معانا ده. طابيه اللاعب الابيض في الصف الاخير طبعا رابطه الطابيه الثانيه بتاع اللاعب الاسود، وعندي فيه الابيض تاني ضارب الخانه اللي هي اتش 7. فدلوقتي الملك بيقوم بمهمتين، الملك بيحمي الطابيه وبيحمي كمان العسكري. يعني انا كده لو رحت بالفيل وقلت كش ملك، الملك هيضطر ياكل الفيل وانا هاكل الطابيه، وابقى كده كسبان لان انا معايا طابيه وهو معاه فيل، وطبعا الطابيه هتبقى احسن من الفيل. هو ده التكتيك اللي معانا النهارده، ممتع جدا وكمان بيخلي فيه عمق في التحليل اكتر. تعال نشوف المثال اللي بعد كده. انا معايا عسكري ابيض هيرقي وكمان طابيه، ممكن الطابيه دي تقول كش ملك، ممكن كمان تحمل عسكري. بس في نقله احسن من كل ده، وان انا ممكن اضحي انا بالطابيه علشان امنع الطابيه دي، طابيه اللاعب الاسود، من ان هي تاخد العسكري، واعرف ارقي بعد كده واجيب وزير. اللعبه دي ان انا اضحي بالطابيه. لو جبت الطابيه هنا كده وربطت الطابيه مع الملك، الطابيه مش هتعرف تتحرك، مش هتعرف تاكل العسكري، وكمان هتاكل الطابيه بتاعتي، فتسمح بعد كده للعسكري ان هو يرقي عادي جدا. طب تعال نجرب كده مع بعض. لو جيت بالطابيه هنا كده، خلاص هتضطر الطابيه تاكل، وبعد كده ارقي عادي جدا واجيب وزير، وكمان بقول له كش ملك واكل الطابيه، وبعد كده كسبت. المثال اللي بعد كده يوضح اكتر. انا معايا دلوقتي عسكري بيهدد الصف السابع، او عسكري اللي في الصف السابع اللي هو جي 7 من جناح الملك، ومعايا طابيه بتقابل طابيه اللاعب الاسود، وبتهدد كمان بالكش مات. في الجانب الاخر معايا الحصان ده الاسود بيهدد الوزير الابيض، فانا لازم اتحرك بالوزير الابيض. فانا لازم اتحرك في مكان يشتت الوزير الاسود انه ما يحميش الطابيه دي، علشان يبقى عندي انا كش ملك مات في المربع اللي هو الاي 8. الحل دلوقتي ان انا اجيب الوزير في الخانه دي وهدد الوزير الاسود، بحيث ان هو لو اكل انا هاكل الطابيه واقول له كش مات. تعالى كده نجرب مع بعض. طبعا هو لو جه اكل انا هاكل بالطابيه واقول كش الملك مات. لو ما اكلش ولعب اي لعبه تانية انا هاكل بالوزير في حمايه العسكري، ويبقى كده كش ملك مات برضه. طيب هو اللعبه الاصح دلوقتي انه يطلع بالعسكري قدام، بيمنع الكش مات، بس ساب خلاص الوزير بتاعه من غير حمايه، واقدر اكل بعد كده. انا كده المفروض كسبان. الموقف اللي بعد كده، عندي وزير بيقابل الوزير التاني، وعندي كمان الفيل ده ضارب الخانة دي. طبعا الملك بيحمي الوزير، وكمان الملك بيحمي العسكري ده اللي هو على الاف 7. طبعا انا لو جيت اكلت بالفيل العسكري ده اللي هو الاف 7، هقول له كش ملك، واجباري لازم ياكل. هيكون الوزير الاسود من غير حمايه، اقدر بعد كده اكله عادي جدا. تعال نجرب كده مع بعض. اديني كلت الوزير، ودلوقتي المفروض الدور بتاعي او الجيم بتاعي في مكسب. الموقف ده مهم جدا. عندي طابية ووزير ضاربين الخانة دي اللي هي الاتش 7، بيهدد بكش، بس الخانة دي او الاف 7 محمي بقطعتين، اول قطعة اللي هي الملك، وتاني قطعة اللي هي الوزير. انا عايز ابعد الوزير عن حماية المربع ده. عندي النقلة دي اللي هي الطابية في الاف 8 او الكش ملك في حماية الوزير، فالملك ما يقدرش ياكل، فاجباري لازم الوزير ياكل. فانا كده دلوقتي ضحيت بالطابية في سبيل ان انا اكسب كمان الجيم. تعال نشوف. كش ملك لازم ياكل، وبعد كده عادي جدا اكل بقى المربع اللي هو الاف 7. كش ملك مات. في الموقف ده لو جينا بصينا، عندي طابية. انا عندي الطابية دي بتقابل الوزير وطابية في نفس العمود، بينهم الحصان. فانا عندي لعبة دلوقتي فيها تضحية برضو، ان انا اضحي بالحصان او الكش ملك، ومهدد كمان بشوكة للطابية، وكمان مهدد بالكشف. الطابية مهددة بالكشف طبعا الوزير. تعال نجرب كده مع بعض. هنقول كش ملك. الابيض دلوقتي ممكن ياكل بالوزير علشان يهرب من الطابية، بس لو هو اكل هاكل انا الطابية، هيبقى معايا وزير وطابية، والمفروض يبقى الدور مكسب معايا. طبعا لو الملك اتحرك عاوز يهدد مثلا الحصان، فطبعا انا هاكل الوزير، او يعني بعد عن الكش باي طريقه تانية، فانا هاكل الوزير. فاللعبه الاصح هنا لازم ياكل الحصان بالوزير. هو اكل، انا هاكل. طبعا معايا وزير وطابيه قصاد وزير وحصان، فالمفروض مكسب للاسود دلوقتي. اخر موقف معانا، الوزير رابط العسكري بالملك، وكمان في فيل مهدد العسكري ده اللي هو الاتش 7، فكده بيهدد طبعا بالتشيك ميت او الكش مات. بس المربع ده حميه قطعتين، الملك
والوزير. لازم ابعد الوزير من المنطقة دي علشان اقدر بعد كده اكل العسكري ده واقول كش ملك. هنعمل الكلام ده بتضحية. التضحية ان انا لازم اجيب الفيل هنا واربط الوزير بالملك. على الاقل لو الوزير اكل خلاص الطريق يبقى فاضي قدامي وهقول له كش ملك مات. لو ما اكلش انا هاكل الوزير ويبقى معايا مكسب، ومعايا كمان مات في نقلتين. تعال نشوفها مع بعض. لو جيت هنا، هو هنا طبعا من اليأس بيقول لي كش ملك عادي جدا، هاكل بالوزير عادي، وبرضه ضارب نفس الخانة دي بالفيل وبالوزير، وكمان رابط الوزير بالفيل. لعب طبعا العسكري لانه مفيش اي نقلات تانية يقدر يدافع بيها عن الملك، فطبعا لعب العسكري. الوزير مربوط طبعا مش هيقدر يحمي، فانا لو كلت العسكري ده بالوزير مش هيقدر ياكل، ويبقى كده كش ملك مات. بس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، تكونوا استفدتوا من التكتيك ده، واشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله، وفي امان الله. مع السلامه.